بقول للسيسي انذر، اعرف ان انت صنعت طالبان جديده وصنعت القاعده جديده في مصر. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهاديه وهيدمروك وهيدمروا مصر، وانت اللي دمرت مصر. انت فعلت مجاهدين جداد واستشهاديين. اعرف لو كل واحد من دول، لو كل واحد من 10 فجر نفسه في مجموعه، فانت السبب. انت اللي عملت الارهاب وانت اللي ابتديت بيه. انا بنذرك، رجع الامور لنصابها، والا هتلاقي الجموع دي كلها هتفجر مصر. انت اللي بتعمل حرب اهليه بين مصر، بين المسلمين وغير المسلمين. انت اللي بتعمل حرب اهليه بين المسلمين والعلمانيين. انت اللي بتعمل حرب اهليه بين المسلمين وبين الشيعه. وانت اللي فجرت، وانت اللي كتبت شهاده وفاه جبهه الانقاذ ورجالتها. وانت اللي كتبت شهاده وفاه كل المتمردين. وانت اللي كتبت شهاده وفاه كل واحد عارض الرئيس مرسي وعارض شرعيه الصندوق. انا بنذرك يا سيسي، احذر اما ان تقتل هذه الجموع او هذه الجموع ستنفجر فيكم. احذر، وهذه رساله واحد من ملايين. بقول لك يا سيسي، احذر يا سيسي. انت عملت طالبان وانت عملت قاعده جديده في مصر. انت اللي صنعت الارهابيين. واقول لك كده، وخد الكلام ده عبره، وبكره تشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بقول لعبد الفتاح السيسي، مين اللي جابك؟ مين اللي جابك يا كلب؟ مين اللي جابك؟ المرسي هو اللي جابك. انا ولا اخوه ليا ولا حاجه، انا ست مصريه متدينه. وانا بقول لك انا بقول للنصارى كلمه واحده، انتوا قاعدين جنبينا، احنا هنولع فيكم. إن الذي حدث هذا الآن لم يحدث في تاريخ الدول أبدا. حدث مرة واحدة هذا الإقصاء وهذه الانتخابات المبكرة، لم يحدث إلا في أمريكا سنة 74. إن الذي فعله السيسي إنها خيانة عظمى. سيخرج الناس إلى الشارع الآن. ماذا سيحدث؟ ستحدث فتنة وسيحدث قتل. الشرعية مستمرة ونحن هنا في الميدان مستمرون حتى تعود الشرعية إلى الرئيس محمد مرسي. كلنا واقفون وراء الشرعية، مسلمون ومسيحيون. هنا في الميدان جاء للبغلاليين ومن 6 أبريل يدافعوا عن الشرعية، شرعية الرئيس محمد مرسي. الرئيس محمد مرسي والذي أتى بالسيسي. الآن السيسي ينقلب عليه إن هذه خيانة من أمريكا. إن البنتاجون اليوم يقول إن السيسي جاء له اتصالين من أمريكا لينفذ تعليماتهم. هذا حرام.